كانت مطمنة على بناتها طول ما هم معاها، وغيرت حياتها كلها علشانها. علاقتها بالوسط الفني كانت كلها مفاجآت، واتكشفت بعد رحلها. منى شلبي اعتبرتها أمها التانية، وكانت ممشياهم على عجين ما تلخبطوش. كملت حياتها في الشغل عشان خاطر بنتها وتربيها، وعلمت بنتها تقف على رجلها من سنين. شاركت في عمل فني واحد مع بنتها، وكشفت عنها أسرار محدش كان يتوقعها. رحلت والدة هند صبري داليندا القلعي في حالة من الهدوء والصمت. فيا ترى ايه اللحظات الأخيرة في حياتها، وهل فعلا كانت تعبانة ولا الرحيل مفاجئ؟ وايه حكايتها مع بنات هند صبري، وهل هي علمت بنتها القسوة زي ما بيتقال عليها؟ تفاصيل كتير عن حياة داليندا القلعي واللحظات الأخيرة في حياتها وعن حياتها هتعرفوها من خلال الفيديو ده، وهتلاقوا مفاجآت مش متوقعة أبداً. داليندا بدأت حياتها زي أي أم عربية متجوزة ومخلفة. بنت قررت بمزاجها إن بنتها دي تبقى وحيدة عشان تعرف تربيها كويس وتعيشها عيشة مستقرة. وفعلا هند عانت فترة في حياتها مع أهلها إنها البنت الوحيدة اللي ملهاش أخوات، بس والدتها أقنعتها من وهي صغيرة إن ده الأحسن ليها. وكبرت وهي أمها هي أقرب صاحبة ليها وهي الأصدق في حياتها. بس داليندا كانت حياتها مليانة بالتفاصيل عشان هي كانت شخصية بتحب التعليم والعلم جدا. اشتغلت مدرسة فرنساوي في مدرسة تونسية، وكان الموضوع معاها حب كبير، وما كانتش تقدر تفوت يوم شغل أو تأثر في واجبها في يوم. شغلتها علمتها تبقى أم صارمة في كل حاجة، وده كان مخلي هند صبري ما تقدرش إنها تتكاسل في دراستها يوم، أو إنها حتى تأثر فيها وما تبقاش من الأوائل. والدة هند صبري حصل لها ضربات كتير في حياتها، وكان من أكبرها انفصالها عن والد هند، واللي حصل بشكل مفاجئ وما كانش مترتب ليه، وقرروا وقتها وهند في ثانوية عامة إن كل واحد يروح لحاله. بعد الانفصال تعبت وتأثرت نفسيا، وكانت بتعيط كتيرة، وبنتها كانت شاهدة معاها على ده. بس هما الاتنين حاولوا إنهم يواجهوا الحياة مع بعض، ومن وقتها هما الاتنين ما سابوش إيد بعض أبدا. قررت داليندا إنها تشتغل أكتر علشان تقدر تكفي بنتها ماديا، وكمان هند اشتغلت وكانت بدأت طريقها في التمثيل، لحد ما حياتهم اتغيرت كلها وبقت مقسومة ما بين تونس ومصر. داليندا ما سابتش بنتها لمدة سنتين في الأول، فضلوا رايحين جايين على مصر لحد ما قرار الاستقرار في مصر جالهم هما الاتنين في نفس الوقت. ويعتبر اتبنت منى شلبي اللي كانت بتعتبرها بنتها التانية. الغريب ان داليندا قررت برضو انها مش هتسيب وظيفتها في تونس ابدا، وترقت لمنصب في وزارة التربية والتعليم خلاها مش ملتزمة تبقى في المدرسة يوميا، وده هون عليها انها تبقى بين البلدين. وبعد كمان ما طلعت على المعاش واستقرت في البيت مع هند معاها ومع عيالها، ما وقفتش لا دراسة ولا تعليم، وذاكرت وبقت لايف كوتش. ودايما حياتها كان لازم يحصل فيها حاجة جديدة، وده اللي هند اتعلمته منها وبتعمله طول الوقت. ده غير انها ظهرت مع هند مرة واحدة بس في فيلم تسجيلي، واتكلمت عن التشابه بين هند وبين علا عبد الصبور. وداليندا كانت شايلة عن بنتها هم كبيرة، وهو انها مخلية بالها من بناتها وبتربيهم زي ما هي ربتها بالظبط. بس ايامها الاخيرة ما كانتش احسن حاجة، لانها تعبت ودخلت المستشفى في صمت. هند ما اعلنتش اي حاجة عن الموضوع لحد ما حياتها اتدهورت ورحلت عن الدنيا، وهتروح المرة دي تونس بجسمها وبس. فربنا يرحمها ويصبر كل اللي بيحبوها.